اهلا بكم مره ثانيه. قاعد كده بتفرج على بطوله كاس الامم الافريقيه، وقاعد بقى اشوف الفرق العربيه وهو عماله تخرج واحده ورا الثانيه بدون ما يكون ليها اي دور ملموس في البطوله. تقولش يا اخويا اجتماع جامعه الدول العربيه؟ شفنا تونس والجزائر ودعوا من دور المجموعات، بعدها المغرب خرجت من جنوب افريقيا، موريتانيا خرجت من الراس الاخضر، ومصر خرجت من منتخب الكونغو الديمقراطيه. انا مش زعلان ان مصر خرجت، زعلان ان الكونغو ديمقراطيه ومصر لا. انا اسف. هم يعني بعد كل خروج بنشوف الجماهير والمحللين بيرموا اللوم على حاجه معينه، اداء فني، غلطه مدرب، فرق ما حالفهاش الحظ، ابو جبل معلق شمال. وحشه يا جدعان، وحشه. مع انهم ذبحوا حجل عشان يصححوا مسار المنتخب في البطوله. ايه؟ نسيوا يدوا كيس لحمه لياسمين عز؟ عامل فيها مش شايف. دي اللي بنتفائل بيها. المهم وسط كل التعليقات والتحليل ده شفنا اغرب تعليقات في الجزائر، ان سبب خسارتها كانت حاجه بره الصندوق خالص. في أجواء جنائزية خرج المنتخب الوطني من الباب الضيق أمام منتخب موريتانيا. خسرنا مع موريتانيا يا ناس. لم يسبق له وأن فاز بأي مباراة في نهائيات كأس إفريقيا. عيبا أن تفوز عليك موريتانيا. كارثة في كرة القدم الجزائرية. راح يكون فضيحة كبرى، لأنه إقصاء من كأس أفريقيا في الدور الأول. الإقصاء لم يكن رياضيا، كانت هناك أمور غير رياضية تحكمت في تلك النتيجة. تحكيم ضد الجزائر. الأحداث اللي صاروا أحداث خطيرة جدا. الجزائر راهي معرضة إلى مؤامرة. مش لازم نعرفوا يا ناس وتعرف يا جمهور بلي تعرضنا لمؤامرة دانية. مؤامرة يعني شنيعة من أجل تكسير الجزائر ضد الفريق الوطني، مش فقط ضد المنتخب الوطني ولكن ضد الكرة الجزائرية. هو دي باينه، هو دي اسرائيل ديريكتومون. والناس ما حبش تفهم بلي تعرضنا لمؤامرة، بغض النظر على الفوتبول ما كناش، والتغييرات ما كناش، والتحضير البدني ما كناش، بصح كان مؤامرة. احنا فشلنا بس هنقول مؤامرة. بغض النظر فعلا ان اساسيات الفوتبول ديت حاجه جانبيه ملناش علاقه بيها، بس واضح قوي ان اسرائيل اللي بتجند مهاجمين عشان يستهدفوا مرمانا. في اجواء جنائزيه. هي الجزائر تحت الحصار وما لعبتش مجموعات ولا ايه؟ يا عم المنتخب خسر عادي، ما تقلقش مفيش حد استشهد. معلش يعني هو يمكن عنده لبس ولا حاجه، هو تقريبا لما سمعوا المعلق بيقول الكوره في الشباك افتكروها الشباك الاسرائيلي. لا على فكره يا استاذ الاستاد غير المساد عشان تبقى خلاص يا عم ما تزعلش، منتخب وخرج يعني من البطوله عادي. ما تهجرناش منها للابد، ما احنا خرجنا من الكونغو الديمقراطيه ويعني ومشيت الامور. انا بس عندي سؤال، لو انت معترف ان المنتخب بيعاني وما عندوش اساسيات الكوره، طب المؤامره هتجيلك تعمل ايه؟ يعني قول لي هتتامر عليك فين؟ ما فيش في وشك مكان يا استاذ، دي رياضه. امور غير رياضيه. تصدق شكلها كده فعلا مؤامره كونيه؟ اصل ليه لعيبه بتكسر وبتشوط في السماء؟ سوء اداء مثلا؟ فشر، اكيد خلل في عجله الجاذبيه. يعني خلصنا تحليل اداء واتاكدنا ان الجول اللي اتلغى للجزائر تسلل، وان ضربتين الجزاء اللي اتحسبوا عليهم واضحين زي الشمس، بس برضو ايه؟ تحكيم ضد الجزائر. فاضح. وارد فعلا ان الحكم يكون لغى هدف بغداد بنجاح مش عشان تسلل وكان شاكك في اسلحه دمار شامل، صح؟ حتى ضربه الجزاء قول لي كده، اللاعب الانجولي شاطها زي زيدان في النهائي بتاع 2006، وزيدان اصوله جزائريه، يبقى المفروض الهدف كان يتحسب للجزائر وكنا ناخد 3 نقط، مش معقوله. يا جدعان ده لو في مؤامره هتبقى على مصر. كانوا عايزينها تمشي في السكه الشمال، لكن ابو جبل افشل الخطه واترمى كله يمين. خير يا اعلام، واحنا بنتكلم في فشل اقتصادي واختفاء سلع وخدمات، احنا بنتكلم في اختفاء الانجازات والبطولات، يعني حتى دولاب البطولات في كاسين افريقيا والباقي كله شماعات. الاقصاء لم يكن رياضيا. ما بتتحسبش بالنقطه صاحبي. ده انت ناقص تقول ان الجزائر ما تاهلتش عشان ما انضمتش لدول البريكس، فتنسيق دور ال 16 وقف معاها على نص درجه. صح؟ بس انا اسمع يعني ان التحكيم ممكن يضيع عليك ماتش، انما يصدمك 3 ماتشات ليه؟ ايه الهدف يعني؟ من اجل تكسير الجزائر. لا انا كده الفار بدا يلعب في عبي. واحنا كنا بنتفرج على ماتشات تانية ولا ايه؟ واضح ان المشكله مش في الخساره برضه، المشكله في اللي خسرته منه. خسرنا مع موريتانيا يا ناس. طب وباقي المجموعه كانت ايه؟ فرنسا والمانيا يعني؟ ما هي انجولا وبوركينا فاسو، ولا دول عادي تتعادلوا معاهم؟ بعدين مالها موريتانيا؟ المنتخب الموريتاني متأهل لكأس أفريقيا للمحليين في سنة 2014، وحصل على تصنيف المنتخب رقم 81 في 2017. أي نعم ما عندوش إنجازات كتيرة، بس اشتغل على نفسه وصعد المرة دي للدور الثاني من كأس أفريقيا، فيعني بلاش الواحد يستهين بالخصم. دي من أساسيات المواجهة الرياضية، مش بس في كرة القدم، في كل الرياضات عموما. المهم الواحد إيه؟ برافو عليكم، يتحلى بالروح الرياضية، وأنا متأكد إن أنتوا عملتوا كده. يحضر معنا محلل القناة مصطفى معزوزي. مصطفى أهلا بك. اهلا بك الاخ عبد الفاضل، تحيه رياضيه للجمهور الرياضي. انا نشوف فيك زعفان، ما راكش كاع نورمال اليوم. راني زعفان صح. انا اليوم
من الان وصاعدا سوف لن احترم هذا الفريق البوركينابي. ما نحترموش هذو اعداء الجزائر كرويا، هذو ما نحترموش تاريخه يعني والعلاقات الوطيده. حتى الدوله الجزائريه كانت تساعد بزاف هذا البلد. كاين مؤامره وين حتى الفيدراليه البوركينابيه تشارك فيه لتحطيم الفريق الوطني. وانا نطلب ما نزيدوش نلعبوا معاهم مقابلات وديه. هذا الفريق اليوم اظهر كراهيه كبيره. من اين انا نشفي المقابله ونعرف نميز. انا درت سياسه اخويا. مصدقينك طبعا يا استاذ، وفي حد في البلد دي بيشتغل بشهادته؟ بس دي اكيد نفس الجامعه اللي يوسف الحسيني دارس فيها اقتصاد، صح؟ اصل حضرتك بتدخل السياسه في كل حاجه، حتى لو طبق ملوخيه. حتى كاتبين لك تحت الطبخ فنون، ليه؟ عارفينك بتعجن. ليه زعفان؟ لا بقول لك ايه، هدي نفسك شويه، احنا خايفين على صحتك، يعني نخسر المباراه وصحتك كمان. بس قول لي ازاي احترم تاريخك في ماتش كوره؟ اسيبك تسجل اهداف يعني واقف اسقف لك؟ ده مش بعيد يطالب بمحاسبه المهاجمين اللي انتهكوا حرمه الشباك. ما هو لو سيبناهم يخترقوا خطوط دفاعنا بكره يخترقوا حدودنا. ايوه انا شاكل في الجول ده برضه بصراحه. ازاي اللعيب استلم الكوره على راسه بالدقه دي؟ كده مش خطا دفاعي. شكل الجواسيس بعتوا له الاحداثيات. ما نحترموش فعلا. احنا ما توقعناش المدرب يسحب رياض محرز من الملعب. الكل توقع انه يسحب السفير الجزائري بعد الجول. ما نزيدوش نلعبوا معاهم مقابلات وديه. مستحيل نزعفك تاني. افرض لعبتهم ودي وكسبوا برضه، ايه؟ نتهمهم بقى بارتكاب جرائم حرب؟ بقول لك يا استاذ خد كوبايه ميه وبلع لك حبايه من الدواء اللي في الاعلان ده. لا ما اعرفش هو ايه، بس يعني اعتقد ان هو يهديك شويه. سيبنا احنا بقى الله يخليك نناقش خروج الجزائر بعيد عن السياسه. كرة القدم هي ظاهرة اجتماعية. تقدر كرة قدم تنوض لك بلاد. كرة القدم هذه راهي ولات داخلة في الجانب الجيوسياسي، عسكري، اقتصادي، أمني، ثقافي. احنا كلنا لازم نكونوا متجندين. كل هذه الهيئات مسيرة ومسيسة وخاضعة تحكم فيها لوبيات اللي راهم متحكمين في العالم. الجزائر نحبوه ولا ما نحبوش مستهدفة بسبب وقوفها مع القضية الفلسطينية. خسارة في كرة القدم تقدر تزرع لك الاكتئاب عند الشعب. الإنسان كي يكون مكتئب يكون سهل باش تسيروا باش تنوضوا. لا بقول لك ايه، لو كده الله يخليك حاول تتصرف بسرعه وابعت الاتحاد الافريقي يعيد اخر مباراه. بس انا خايف تخلص بنفس النتيجه، الشارع كده هيصور اكتر. احنا نعيد الماتش بس قبلها خد مدرب موريتانيا على جنب وقول له معلش يعني يا باشا الجزائر في حاله اقتصاديه صعبه، لو تخلي فرقتك تفتح خط الدفاع باش نتاهل لدور ال 16 اكون شاكر جدا. الشباب الجزائري مكتئب وممكن ينزل يحاصر السفاره البركينيه، او نلاقيهم مثلا عاملين اعتصام مفتوح قدام سفاره موريتانيا. مش بعيد يخطفوا السفير عشان يبدلوه بالثلاثه بونت. لا كده يا جدعان الموضوع هيكبر. بص انت لو مهاجم وخلاص هتجيب جول في الجزائر ضيعها احسن. معلش استحمل شتايم جمهورك احسن ما تلاقي نفسك مطلوب للعداله في الجزائر. معلش اصل الكره في الجزائر ما بتدخلش في الشبكه بس، دي داخله في الجانب جيوسياسي، عسكري، اقتصادي، امني، ثقافي. انت فاكر ايه؟ كره القدم ممكن تدخل حتى في تتبيله المحشي. في مطاعم بتقلبها في صوص الفراخ. بص مهما حطيت توابل خساره بطوله بتضيع كل مكسبات الطعم. هو انت اللي كنت بتقدم برنامج الرابط العجيب على سبيستون؟ اصل مستحيل حد تاني يربط كل ده ببعضه في اقل من دقيقه. تحكم فيها لوبيات. دي معاها حق بصراحه. اصل فاكر سماعه الحكم دي بيتكلم فيها الفار؟ ابدا. ده بيعمل تنسيق امني عشان يشوف هيحسب ضربه جزاء ضدنا امتى. لا احنا محتاجين نضيف للدستور الجزائري ان شباك الجزائر خط احمر وانتهاك القضيه الفلسطينيه. اوعدك محدش هيتجرأ تاني. بس امتى الوطنيه بتيجي بالمكسب بس؟ الجمهور الجزائري زي المصري بالظبط مع المنتخب بتاعه الحلوه والمره. بس انت كده شكلك مش عايز تخرج من البطوله من غير تطبيله تديك كاس التميز. ايه يعني المنتخب خرج من البطوله؟ ده احنا منتخب مصر متعودين على الخروج من البطولات. الشعب هيخرج من المله يعني؟ لا لو كده يا جماعه احنا مش محتاجين محللين سياسه ولا رياضه، احنا محتاجين شيخ كده يجي كده يرجع للاعلام الجزائري ويرجعوا الرشد ويفهموا معنى القضاء والقدر. نستقبل معنا الشيخ ناصر حاضر معنا في البلاطو. مساءك خير ومرحبا بك معنا الشيخ. فعاليات كأس افريقيا انطلقت مؤخرا، دائما ما تظهر فيديوهات في السوشيال ميديا مشعوذين ودجالين يتنبؤوا يقول لك بلي هذا الفريق راح يخسر. هل هذا الشيء صحيح من خلال التجربه تاعك؟ نعم فعلا يوقع، يعملوا الرياضيين كاين يعني فرق افريقيه عندها مستوى متواضع جدا، راحوا في كأس العالم راحوا بعدوا جدا، حتى عندهم سحر الفودو، سحر الاسود، سحر
الدومه يعملوا الحجاب والكتاب عند باب المرمى هذاك وين يسجلوا الاهداف. الشباك، نعم. يعطلوا الفريق الاخر، اصابات، يبدلوا منح الكره، يعني استعانوا بالسحر. السحر هذا يعني فعلا عنده سلطه قويه. فعلا مهما المنتخب الجزائري يدافع، السحر ده بيفك اي تكتل دفاعي. اصل زي يلعبوا احسن مننا؟ لا، مش بالعمل الجماعي، اكيد في عمل بيساعدهم في جلب الكور ورد المرتده بجول. هو انا ما اعرفش الاتحاد الجزائري بيدور على مدرب جديد ولا لسه، بس حاسس ان احنا لقيناه اخيرا. اصل طالما كلها شغاله بالسحر، مش هنجهز اللعيبه، نجهز يعني العفريت. مش هنغير الخطه التدريبيه خلاص، ده المنتخب طلع مسحور بس ومحتاج رقيه شرعيه. السؤال هنا هو ليه الجن سايب كريستيانو رونالدو وميسي وماسك في المنتخب الجزائري؟ بجد ايه المغزى من الموضوع ده؟ انا مش عارف. عندهم سحر الفوضى وسحر الدومه. معاك حق، ده اكيد اللي بيفك مصيده التسلل ومن خلالها جابوا الجول. انا بس حابب اكد لكم ان المنتخب الجزائري منتخب عظيم، ما عندوش عقده ولا حاجه، ولو دخل بطوله من ورا الاعلام الجزائري ممكن بس ساعتها يكسبها لما يسيبوه في حاله ويتحرر من الضغط. لو بتشوفونا من خلال السوشيال ميديا تقدروا تشوفونا كل يوم خميس حصري على التلفزيون العربي في الاوقات والترددات اللي تحت لينك الفيديو ده. واهم حاجه ما تنسوش تشتركوا في قناه جو شو على اليوتيوب، وفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا اول باول. تصبحوا على خير، اشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من جو شو.